السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم كل متابعيني على قناتي على اليوتيوب إبداعات ندى. وحشتوني، عاملين ايه؟ فكرة النهاردة بسيطة جدا، وهي عن استغلال كرتونة البيض. طبعا كلنا بنجيب وبنستعمل البيض ويبقى عندنا الكراتين دي وبنرميها، صح كده؟ أنا بقى هقول لكم عن أنا بستفيد بيها ازاي. يعني ممكن تكون في ناس بتستعملها في حاجات تانية، في ناس ما بتستعملهاش خالص. أنا بستعملها في كذا حاجة، هقول لكم أنا بستعملها في ايه. طبعا حاجة عندي مهمة جدا ان انا بستعملها لللابتوب. بستعملها زي ما انتم شايفين كده، بحطها واحط عليها اللابتوب عشان ما يسخنش مني، لان لما بحطه على الترابيزة كده على طول بيسخن مني. انا طبعا عندي اللي هي مروحة التبريد، بس دي فكرة حلوة قوي. قبل ما يبقى عندي مروحة التبريد ديت كنت بحطه كده، فما بيخليهوش يسخن معايا زي ما شايفين بالشكل ده. ودي كانت الفكرة الأولى لاستغلال كرتونة البيض. الفكرة التانية، أنا لما بكون بحمر حاجة في الزيت، بحمر فراخ مثلا أو بحمر أي حاجة، فطبعا بتطرطش عليا وبتبهدل لي الدنيا وبتبهدل البوتاجاز عندي. فأنا بجيب كرتونة البيض دي، مش من الناحية اللي فيها البيض، من الناحية التانية، وأروح مغطية كده في ثواني على ما الحاجة اللي أنا حطاها تهدى، سواء فراخ أو أي حاجة بحمرها أو سمك أو كده. لما بتهدى بشيل بالراحة خالص، بس خلي بالكوا عشان دي مش تيجي على النار، هي بس أول نص دقيقة بس كده أحطها كده على الطاسة أول ما أحط الحاجة اللي أنا بقليها، وبعدين أشيلها على طول. بتبص بقى تلاقي المنطقة دي كلها طرطيش زيت بقى. ده كله كان بينزل على البوتاجاز، يا إما بيطلع لك على حيطان المطبخ أو بيطلع لك بيبهدلك الدنيا. فالفكرة دي بقى حلوة قوي، إن أنت أول ما تحطي السمك أو الفراخ عندك تروحي مغطية كده ثواني وبعدين تشيلي، هتبصي تلاقي كل الطرطشة اللي طلعت جاتلك على الكرتونة دي. طبعا ممكن تستخدميها مرة أو مرتين وترميها، كل ما تجيبيه تغيري، مفيش مشكلة ان انت مش هتخليها عندك فترة. يعني كل ما تتبهدل منك روحي رميها في الزبالة وحطي واستعملي واحدة تانية. ودي كانت الفكرة التانية. الفكرة التالتة بقى بستخدم فيها كرتونة البيض، وهي بعملها حامل للموبايل. حامل للموبايل ازاي؟ ايوه، لما اكون في المطبخ مثلا واجي احط عايزه اسمع فيديو او عايزه اسمع اي حاجه وعايزه احطه جنبي او بكلمها، كل ما احطه يقع كده، هيقع طبعا. ممكن يجي عليه ميه، ممكن يتزحلق، ممكن كده الصوت كمان مبقاش واضح. فانا بعمل حامل للموبايل بطريقه بسيطه جدا من كرتونه البيض، وبحط فيه كرتونه البيض، بحط فيه الموبايل. هتشوفوا ازاي دلوقتي. انا بجيب عندي مثلا الكرتونه اهيت، وبجيب عندي قطر او مقص او اي حاجه، وبقص بالشكل ده. على قد الموبايل ممكن كده كفايه اهو بالشكل ده. انا كده قطعتها، بقلبها على الناحيه دي كده وبحط فيها الموبايل بالشكل ده، وكده بقيت حامل عندي للموبايل. ممكن كده، ممكن لو تعمليها بالعكس كده، هي مش هتفرق كتير. واحط الموبايل عندي اهو، بقى حامل للموبايل بطريقه بسيطه جدا. تقدري تحطيه في المطبخ لو انتي مثلا قاعده على المكتب او قاعده تعملي اي حاجه وعايزه تستعمليه اهو، سهل جدا. لو عايزه تتفرجي على اي حاجه بدل ما تمسكي في ايدك تحطيه قدامك وتتفرجي. دي الفكره الثالثه بتاعتنا النهارده. الفكره الرابعه بقى هي فكره عجبتني قوي. الفكره الرابعه بقى بتاعتي النهارده اللي هي ممكن استغل فيها كرتونه البيض، هي فكره عجبتني قوي، لقيتها على اليوتيوب. فكره نوسة على قناه فكره نوسة. عجبتني الفكره فقلت اقدمها لكم، ممكن تستفيدوا منها. وهي انها عملت وردات من كرتونه البيض، قصت منها على شكل وردات وعملتها بشكل جميل جدا. ممكن تزيني بيها اي طابلو عندك او اي شكل، اي حاجه عاملاها عمليه يدويه وعايزه تعملي لها ورده او زينه، ممكن تزينيها بيها. هوريكم ازاي دلوقتي. بصي في الاول بالشكل ده، تقصيها بالشكل ده، تبتدي تظبطيها
بالشكل ده، وتجيبي واحدة تانية تكون اصغر، تقصيها اصغر شوية اهو، دي اصغر شوية، ممكن نقص واحدة كمان اصغر. طيب انت دلوقتي عشان الكراتين دي ملونة فمساعداني شوية، طب انا لو عندي الكراتين بقى لونها ابيض هعمل ايه؟ لو الكراتين عندي لونها ابيض الطريقة بسيطة جدا، يا الا اجيب اللي هو السبراي الملون ده وارشه بيه بحيث ان انا اعمل منه الوان، يا اما في طريقة تانية ان انا اجيب اي بخاخة، دي برضو فكرة نوسة هي اللي كانت عاملاها، اجيب اي بخاخة عندي واجيب احط فيها مية واحط فيها لون طعام، اللون بقى اللي انا عايزاه وارشها بيها، هتديني واسيبها تنشف طبعا قبل ما اشتغل بيها، هتديني برضو نفس اللون اللي انا محتاجاه اهو. احط دي جوه دي كده، شوفها مظبوطه ولا ايه؟ تمام. احط دي جوه كده، ممكن نصغر دي شويه عشان تديني منظر احلى، ونعمل لها واحده كمان اهي اهو. زي ما انتم شايفين انا قصيت اهو واحده جوه واحده، عملت كل واحده اصغر من اللي قبلها اهو. دي اكبر واحده. ممكن بقى عشان نثبتها حلو وما تتقطعش معانا نجيب مسدس الشمع او الجلو، اي جلو عندك تلزقي بيه اهو. هنلزقها كده بالشكل ده اهو، نحط دي جواها كده، نلزق هنا نفس الحكايه اهو، دي كده. ممكن بقى زي ما قلنا تلوني بقى الالوان اللي انت عايزاها، انا بس حبيت اوصل لكم الفكره. هي طبعا نوسة عملت الشكل ده وقالت تزيني بيه اي طابلو عندك او اي برواز عندك وتستخدميها كشكل جمالي. انا بقى هقدمها بفكره النهارده تانية جديده، ان انا هدخل فيها اللي هو العود بتاع الشيش طاووق كده، ادخله هنا اهو. وممكن طبعا تثبتيه افضل بمسدس الشمع زي ما قلنا او الجلو، اي جلو عندك طبعا اسيبها تنشف. يا سلام بقى لو تعملي الوان بقى احمر ولون البامبي بقى والالوان الجميله دي اهي، بقت شكلها جميل جدا برضه، شكلها جميل. طبعا هي لسه ما لزقتش معايا، لسه ما مسكتش، بعد شويه هتنشف. ممكن تستخدميها كورد بقى كده، تعمليها كفازه جميله من عمايل ايديكي، من حاجه بسيطه جدا. اتمنى تعجبكم، ودي كانت الافكار بتاعتي النهارده الاستغلالي لكرتونه البيض. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لي لايك، واللي مش مشترك على القناه يعمل اشتراك على القناه، وان شاء الله تتابعوني على قناتي على اليوتيوب ابداعات ندى، وعلى صفحتي على الفيسبوك ابداعات ندى، هتلاقوا فيديوهات تانية جميله ان شاء الله تعجبكم. واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا اشتراك على قناه بنوتي ندى، قناه سنو وايت، هتعجبكم جدا. فيها هي سنو وايت بالانجلش، هتعجبكم. هسيب لكم ان شاء الله اللينك بتاعها في صندوق الوصف، هتعجبكم جدا. فيها افكار وانشطه جميله جدا للاولاد، وهي عامله حاجات جميله جدا، بس لسه هتنزلها على القناه لما تخلص ان شاء الله مذاكرتها. ان شاء الله تستفيدوا منها وتعجبكم، واشوفكم على خير في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.